السلام عليكم الإخوة والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع، مرحبا بالجميع. المغرب حاليا يسير على خطى لبنان. حاليا لبنان تطبع ورقة نقدية ديال مليون ليرة اللي كتساوي فقط 10 دولارات. من بعد ما هاد الأزمات اللي كيعيشها حاليا الشعب المغربي سبق للبنان وعاشتها، وهذا اللي غادي يخلي فعلا أن المغرب غادي يكون عنده واحد انهيار ديال العملة، انهيار ديال الدرهم. يعني الدرهم ما غادي يبقى يسوى حتى شي حاجة. على هذا علاش قلنا بأن يسير على خطى لبنان. من هاد الأزمات اللي كيعيشها حاليا الشعب المغربي ديال الغلاء والتضخم، الانفلاسيون، راه كلشي ممنهج ليها الخوت وكلشي مفتعل. كاع هاد الأمور اللي كتشوفوها كتعلق بالدرهم أولا كتعلق بالأبناك، سواء رفع سعر الفائدة أولا فرض ضرائب أولا شيء من هذا القبيل، راه كلشي كيرجع للشعب المغربي. والأمر يعني الهدف من هذا الشيء كامل الخوت وهو استعباد والسيطرة على الشعوب. يعني ما كاينش شي حاجة اللي تخلي هذه الأمور تكون واقعة، فقط لأن كتعرفوا بأن هناك حكومة سرية واللي كتعطي واحد الأوامر للرؤساء والحكماء ديال الدول العرب باش أنهم ينفذوا ذاك المخططات كما هي. وكيف ما قلت الهدف من هذا الشيء كامل هو استعباد والسيطرة على الشعوب. فحاليا الشعب المغربي هانتوما كتشوفوا عنده واحد التضخم، عنده غلاء الأسعار، عنده بزاف ديال المعاناة كيعاني منها. كنقولوا دائما بأن الأول والأخير في هذا الشيء اللي كيعيشه الشعب المغربي وهو رئيس البلاد، رئيس الدولة المغربية اللي هو الملك محمد السادس. فكيف ما عهدناكم الخط باش ما يبقاوش هاد المشاكل والمعاناة عند هذا الشعب المغربي، يجب إسقاط هذا النظام الديكتاتوري الخبيث، هو سبب معاناة ومشاكل الشعب المغربي. فالخوت كونوا على يقين بأن راه غادي نشوفوا انهيار الدرهم في المستقبل، وإذا انهار الدرهم في المستقبل هذا كيعني ارتفاع الأسعار. إذا ارتفعت الأسعار فهناك غادي نشوفوا المجاعة، وهذا هو الهدف اللي باغيين يوصلوا ليه، هو يجوعوا الشعب ولا يجوعوا الشعوب باش كيسهل التحكم واستعباد هاد الشعوب هذه. فالخوت هذا هو اللي كاين في هذا اللايف. ضربوا اللايك والبارطاج باش تعم الفائدة.